خد رأيك لو مفيش شهادة بشتغل في عقارات بس نظامها في الإمارات أحسن حاجة المبيعات كويسة رشح أحط نفسي فيه. بص، لو أنت مفيش شهادة و... ولسه جاي جديد الدولة، أرشح لك تخش حاجة ثابتة تديك راتب ثابت آخر الشهر أيا كانت الحاجة إيه بقى. حاول بقى تشتغل على نفسك في لغة في وظيفة مثلا أو في سكيل معينة، بحيث إن أنت تضمن إن في مرتب ثابت جاي آخر الشهر. شغل العقارات او ممكن معظم الناس اللي بتنجح في ريل استيت، وبتشوف ناس كتير ما شاء الله بتعمل فلوس كويسه جدا بريل استيت، بس الناس دي مثلا يا اما ليهم كونكشنز كويسه، علاقات كويسه هنا مثلا في الدوله، او موجودين على السوشيال ميديا، والتواجد على السوشيال ميديا بيفرق جدا وبيدي ثقه للعميل. يعني طول ما انت موجود على السوشيال ميديا هو مطمن ايا كان بقى انت كنت بتبيع ايه. يعني حاجه من الحاجات اللي ساعدتني كسيلز سيلز ان انا ليا تواجد على السوشيال ميديا. فلو انت ليك تواجد على السوشيال ميديا وجامد على السوشيال ميديا ومعروف وكده، ممكن تبقى حاجه من الريل استيت تبدا بيها على طول اول ما تيجي. بس لازم تفهم ان الريل استيت مفيش راتب اخر الشهر، فانت ممكن تقعد شهر او اتنين او تلاتة او اربعة، ده على حسب خبرتي يعني او حسب معلوماتي، وما تلاقيش راتب. ممكن تبيع بيعة واحدة مثلا وتستنى لسه الكوميشن تنزل لك. فما بنصحش اي حد يشتغل في ريل استيت اول ما يجي، الا بقى لو عنده خلفيه بقى وخبره وهو جاي فاهم الدنيا ماشيه ازاي وبتاع، وعنده يعني سيلز سكيلز كويسه وبتاع، يتوكل على الله. فدايما بنصح بالحاجه الثابته بالذات في اول فتره في الغربه. تروح شيفتك او تروح شغلك تخلص دوامك ترجع، تروح شغلك تاني يوم تخلص دوام ترجع. الثابت حلو او الثبات حلو في الاول. بس مساكم زي الفل.